السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنفتح مع بعض كروت دول ماسترز. لو انت ما تعرفش دول ماسترز او عارفها بس مش فاكرها، تقدر تراجع الفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه عن دول ماسترز. قبل ما نفتح الكروت مع بعض، في قصه ازاي قدرت اشتري الكروت دي حابب اشاركها معاكم، لكن احتراما لوقت المشاهد لو انت مش مهتم بالقصه تقدر تروح للدقيقه دي. في البدايه ساعه ما كنت شغال على الفيديو بتاع دول ماسترز، كنت عايز اضيف جزء في الفيديو اتكلم فيه عن الكروت واعرض فيه الكروت بشكل فيزيكال، لكن للاسف لما دورت على الكروت اللي كانت عندي زمان ما لقيتهاش، وبدات رحله في البحث عن مكان اشتري منه كروت دول ماسترز. في البدايه توجهت للانترنت، دورت على امازون ودورت على نون ودورت على جوميا وكل الاسواق الالكترونيه المعروفه يعني، وللاسف ما لقيتش اي حاجه. فقلت يمكن الاقي في الاماكن اللي بتتباع فيها الحاجات مستعمله، فدورت في الماركت بتاع الفيسبوك وبرضه ما لقيتش اي حاجه، ودورت على اول اكس والحاجات اللي زي كده وبرضه للاسف ما لقيتش اي حاجه. فقلت خلاص اشتري كروت من بره، فدخلت دورت على المواقع ولقيت فعلا كروت دول ماسترز. المشكله انها كروت من الكروت الجديده. لو انت ما تعرفش، فدول ماسترز اتعمل منه اجيال جديده بالظبط زي يوجي ما اتعمل منه اجزاء كده غريبه واستدعاءات غريبه وحاجات من دي. فالكروت دي ما كانتش هتضيف اي حاجه للفيديو لانها ببساطه ملهاش علاقه بالكرتون اللي احنا شفناه زمان اصلا. في النهايه يئست ونزلت الفيديو من غير الجزء اللي المفروض استعرض فيه الكروت. زمان ايام ما كان دول ماسترز بيتعرض على الام بي سي 3 كانت الكروت بتاعته متوفره في محلات الالعاب. من ضمن المحلات دي المحل اللي انا كنت بشتري منه كل الالعاب زمان، زي يوجي ودول ماسترز واليويو وبي بليد وكل الحاجات بتاعت زمان. ففكرت ان انا اروح اسال هناك، وبصراحه كنت متردد جدا وكنت بقول لنفسي ان مستحيل الاقي حاجه زي كده هناك لحد دلوقتي. في النهايه قررت اروح اسال هناك، قلت لنفسي ان انا مش خسران حاجه سواء لقيت او ما لقيتش، مش مهم. واول لما وصلت المحل اتصدمت. الرفوف بتاعت المحل ما عليهاش اي العاب، الباترينا من بره ما فيش اي العاب، والمحل حرفيا ما فيش فيه غير لمبه صغيره كده منوره، والمحل ضلمه. الارفف كلها عليها تراب، مفيش الا رفين كان عليهم العاب عرايس كده البلاستيك، الغلاف بتاعهم البلاستيك متاكل، واضح ان هم هناك بقالهم مده طويله. المحل حرفيا عباره عن مكنه تصوير، شويه ورق واقلام جاف وبس، شويه حاجات مكتبيه مساطر وحاجات من دي. بصراحه الصدمه من شكل المحل خلتني ارتبكت وترددت جدا ان انا اسال اصلا. فقلت لها انا عايز قلم، فادتني القلم الجاف، وبينما هي بتديني الباقي سالتها، قالت لي لا للاسف مفيش. بس حسيت ان هي مش عارفاها. ورت لها شكل كارت من كروت دول ماسترز، تمام؟ فقالت لي موجود. فلما قالت لي موجود انا ما كنتش مصدق. بدات ان هي تطلع شنط قديمه وعلب بلاستيك. في النهايه طلعت لي كروت دول ماسترز بالفعل، واشتريت كل اللي عندها. وبس كده كفايه حكاوي، خلينا نفتح الكروت. خلينا نبدا. طبعا الكروت بالعربي، باللغه العربيه، تمام؟ ودي حاجه نادره جدا، تمام؟ كل الكروت اللي انا لقيتها الفيك حتى ما كانش فيه اي نسخه عربيه طبعا. فدي تعتبر حاجه جميله، لان احنا اصلا لو الكروت بالانجليزي احنا مش هنفهم منها اي حاجه، مش لان احنا لغتنا الانجليزيه ضعيفه، ولكن لان اسماء الوحوش بقى احنا مش مرتبطين بيها، يعني مش زي يوجي مثلا مستنيين فارس الظلام او التنين الابيض ازرق العينين او حاجه. فافتكر كده احسن يعني. خلينا نفتح مع بعض ونبدا باول التهمة الوحشية، نضال اللغم، لاعب جناح الغراب، عنقود سمكة، لاعب جناح الغراب مرة تانية، المخلوق العظمي، رجل اللهب الشاحب، المخلوق الناري، وده كارت مقلوب، لورد صفدور، المخلوق الحديدي، طبعا الكروت اللي هي كان بيلعب بيها شوبو في الكرتون، انا فاكر منها يعني بعض منها، زي مثلا بول شاك دراجون وشويه كروت تانية يعني. الموجة الحارقة، المجال السائل، البارون فورجي، الدخان المرعب، واخيرا القوة النهائية. الملك الاسطوري، المخلوق الحديدي، مسدس سمك، الاوركل، القوة النهائية،
سبحان الله، اخر كيس كان اخر كارت فيه القوة النهائية، وده اول كيس فيه القوة النهائية. القوة النهائية: الموجة الحارقة، المجال السائل، البارون فرجي، ده تقريبا كله مكرر. التهمة الوحشية طلعت لنا برضو، الأوركل، عنقود سمك، البارون فرجي، وده برضو المخلوق الحديدي، ده برضو متكرر. حاجز الفضاء ده جديد، سم قاتل ده جديد، وروزس المسافر ده كارت قوي، محتاج 4 نقط علشان 4 نقط مانا في منطقة المانا عشان تقدر تستدعيه هنا، وقوة بتاعته 4000، واضح ان ليه قدرة خاصة. المخلوق الناري، الزهرة السامة، عنقود سمك، الأشباح التائهة، ده كارت أول مرة يطلع لنا دلوقتي. وحاجز الفضاء طلع لنا قبل كده. على فكرة حاجز الفضاء ده باين عليه كارت قوي، 9000 ومحتاج 6 نقط مانا، فواضح ان هو كارت قوي يعني، بس انا بصراحة مش فاكره يعني. المخلوق الناري للمرة الخامسة دلوقتي، الملك الأسطوري، عنقود سمك، الأشباح التائهة، وحاجز الفضاء. لاعب جناح الغراب، المخلوق الحديدي، المطرقة القرمزية، ده كارت بقى انا فاكره تمام، ده كان من كروت شوبو. المطرقة القرمزية ده كان وحش، كان كارت بيخليه ان هو يدمر وحش من وحوش المعارض زي ما هو مكتوب كده، وبيكون بهجوم 2000 او نقاط 2000 او اقل. فالكارت ده كان شوبو بيلعب بيه كتير جدا، انا فاكره، لو حد فاكره يكتب لنا في الكومنتات. ومعانا المخلوق الحديدي، وحوت اللويسان، حوت اللويسان. ده محتاج 8 نقط مانا. ليه؟ بيعمل ايه؟ حينما يهاجمك معارضك وحش مائي يمكنك سلب احد كروته ثم اخلط الورق. مش عارف اذا كانت القدرة دي تستاهل 8 نقط مانا ولا لا، بس المطرقة القرمزية ده كارت انا مبسوط جدا ان انا لقيته، لان انا فاكر الكارت ده. خليه هنا على جنب. المخلوق الناري تاني، الملك الأسطوري تاني، عنقود السمك تاني، الأشباح التائهة تاني، وحاجز الفضاء تاني. الموجة الحارقة، حاجز الفضاء، ملك الجلد الممزق، لا ده أول مرة يطلع لنا. ملك الجلد الممزق محتاج 7 نقط مانا، والقوة بتاعته 5000، وواضح ان هو كارت قوي يعني. الدخان المرعب الافتراضي، ده كارت اول مره يطلع لنا برضو، واضح ان هو كارت يعني سبيل او حاجه. الزهرة السامة، الموجة الحارقة، المخلوق العظمي، والقوة النهائية، وأخيرا التهمة الوحشية. لسه معنا 2. التهمة الوحشية، الزهرة السامة، عنقود سمك، الأشباح التائهة، وأخيرا حاجز الفضاء. آخر واحد معنا روزس المسافر، المجال السائل، الموجة الحارقة، والجندي المائي. الجندي المائي ده أول مرة يطلع لنا تمام. وأخيرا المخلوق الحديدي. ده كانت كل الكروت اللي أنا قدرت أشتريها، أو كل الكروت اللي كانت موجودة هناك بالفعل اشتريتها كلها. ده الكارت الوحيد اللي أنا فاكره، صدفة غريبة إن مطلعش منه حاجة متكررة، المطرقة القرمزية. وبس كده. في النهاية تفتكروا ممكن الناس ترجع تلعب دول ماسترز بشكل أو بآخر في ظل مثلا التحديثات اللي كونامي عمالة تنزلها في يوجي،
والناس كلها متضايقه وانواع الاستدعاءات الغريبه اللي بقينا بنشوفها. في النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وقولوا لي في التعليقات هل في رايكم اللعبه دي ممكن ترجع مره تانية للحياه ولا هتفضل منسيه.